السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. النهارده بقى إن شاء الله هاعمل معاكم الزبادي البيتي في البيت بطريقة سهلة هتعجبكم إن شاء الله. مش هنحتاج غير كيلو من اللبن وكوباية زبادي. عايزة أقول لكم كده طعمه تحفة، والقوام بتاعه مظبوط وكريمي وأحلى من الجاهز 100 مرة، وبدون مكنة زبادي. شوفوا عامل ازاي، وأحلى من بتاع المحلات. أهم حاجة يكون اللبن مش مغشوش ولا الزبادي يكون مغشوش. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الزبادي دوت ازاي. بس يا ريت بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسونيش كده في لايك حلو كده وفي تعليق حلو. اول حاجه هنا جبت اللبن غليته وسبته لحد ما برد، يعني يكون زي دمعة العين كده. ما يكونش يعني بارد خالص، لازم أن يكون دافي شويه كده، ما يكونش سخن عشان لو كان سخن هيبقى مش حلو. فانا بقى هنا بقشط الوش بتاع الزبادي زي ما انتم شايفين كده، عشان انا مش عايزاه يكون سمين كده واحنا بناكله. ومعايا هنا بقى كوبايه من الزبادي البلدي، او زبادي من بتاع المحلات عادي، بس انا يعني بفضل الزبادي البلدي ده، بيبقى يعني حلو، بيخلي الزبادي يربط معايا على طول. ومعايا هنا معلقة من السكر. معلقة السكر دي بقى انا ضفتها للزبادي ليه؟ عشان ما تخليش طعم الزبادي بتاعك بيلسع. عشان ساعات الواحد بيشتري الزبادي من بره يلاقي طعمه كده لاسع كده. لما بتحطوا له بقى معلقة السكر دي بتخلوش كده بيلسع، وبتخلي الطعم بتاعه مظبوط وطعمه حلو. كده اول حاجة انا عملتها معاكم. هعمل بقى ايه تاني؟ هجيب المضرب اللي هو الكهربائي دوت، هضرب بيه الزبادي في اللبن كده زي ما انتم شايفين. لو ما عندكوش مضرب ممكن تضربوه في الخلاط بالمضرب اليدوي عادي، اي حاجة. بس الصراحة المضرب يعني اللي بالكهربا بيخلّي يعني الزبادي يبقى ناعم كده في قلب اللبن، ما بيخلّيش فيه حِتَت كده يعني. زي ما أنتم شايفين كده أنا باضرب أهوّة الزبادي في قلب اللبن، لازمًا ينعم كويس أوي كده، يعني هو بينعمه بيخلّيه حلو، أو في الخلاط أي حاجة. هنا بقى بعد ما ضربت أهوّة الزبادي مع اللبن، معايا بقى هنا الطواجن ديّة متوفرة في أي محلات، يعني لو ما عندكوش الطواجن ديّة ممكن تجيبوا بردك كوبايات من اللي عندكم، أي حاجة أو أي علب من عندكم. أنا برضك قلّبت تاني أهوًا بالمضرب، لازمًا ينعم أوي معايا، ما يكونش فيه أي تكتلات من الزبادي. أنا مانيش مسرعة لكم الفيديو ولا أي حاجة، يعني ماشية معاكم خطوة خطوة أهوّة. وجربوا بقى الطريقة ديّة، هتعملوا إن شاء الله أحلى زبادي وأوفر بكتير من اللي إحنا بنشتريه. يعني دلوقتي كوباية الزبادي معدية ال4 جنيه، وما بتبقاش مليانة أوي. شوفوا بقى ما شاء الله أنا عملت من الكيلو اللبن 6 طواجن، وما شاء الله الطاجن يعني كبير مليان، يعني أوفر بكتير من اللي إحنا بنشتريه. هنا بقى ضفت أهوّة اللبن في قلب الطواجن زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة أهوّة. هنا بقى كنت مسخنة بقى مَيّة على البوتاجاز تسخن، عشان إحنا برضك لسه الجو ما كانش يعني صيف أوي، فعشان ما ياخدش معانا وقت أنا بقى هاوريكم هيربط إزاي على طول منكم. أنا جبت بقى الصينية ديًّا كده زي ما أنتم شايفين، هنحط فيها كل الزبادي اللي أنا عملته كده بالشكل دوًّا. هاجيب بقى المَيّة السخنة أهيّة، كنت أنا حاطاها تغلي على البوتاجاز على ما أنا ما عملت الزبادي. هاضيفها أهوّة في قلب الصينية. الطريقة ديًّا بقى بتخلّي الزبادي يربط معاكم على طول، ما ياخدش يعني وقت كتير. وفي نفس الوقت أنا كنت مدفية الفرن بتاع البوتاجاز، يعني سِبته يسخن 5 دقايق كده وطفيته، عشان أحط في قلبه الزبادي يبقى الفرن معايا دافي، ويخلّي معايا الزبادي يربط على طول. هاغطيه بقى بالصينية زي ما أنتم شايفين كده، وأحطه بقى في قلب الفرن، وهاسيبه بقى لحد ما يربط، وبعدين بقى هاوريه لكم. بصوا بقى هنا يا جماعة بعد ما ربط اهوت ما شاء الله، يعني ما خدش معايا وقت، يعني كنت عاملاه من الظهر لحد لحد بعد العشاء كده. ما شاء الله اهوت ربط اهوت، شايفين ما شاء الله، يعني اهو ما بيقعش خالص ومتماسك وحلو. ده كفاية بس النظافة بتاعته، وكفاية كده شكله يفتح النفس والله. بس خلوا بالكم بقى وانتوا بتحطوه في الفرن، عشان خاطر المية ديت ممكن تيجي على وش الزبادي. انتوا بقى خلوا بالكم وحطوه يعني بالراحة كده.
احطه بقى في التلاجة يسقع شوية، عشان مينفعش يعني يتاكل وهو طالع من الفرن كده، لازمًا يتحط في التلاجة يسقع شوية وبعدين بقى يتاكل. أهو شايفين بقى ما شاء الله عليه، يعني عايزة أقول لكم والله العظيم طعمه تحفة كده، جربوه ما انتوش هتشتروه تاني من برّه. شايفين بقى ما شاء الله أهو، شكله أهون يفتح النفس وكريمي وجميل وناعم وحلو أهون، ما شاء الله طعمه والله كان حلو. أنا على طول باعمله كده في شهر رمضان، ما بنشتروش من برّه خالص. يا رب يكون بقى فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش كده في تعليق حلو، وفي كومنت حلو، وفي دعوة حلوة كده من قلوبكم، وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.